امتى صوت الحق بيجري. عايزين نصم بكم والدليل بيحاربوا فكري، تهديد مهزنش من امتى صوت الحق بيجري. تراك بلدنا ثمرة تمسحوها سكيلكوا جدري، وبكره استكتكوا تخلص وهيتبقى حبري. تهدوا للي بيبني بتبنوا علم بيعمي، وفي ظل خوفكوا الناس تفتح بيها اديتكوا اسمي. تزيفوا العبادة وتفرشوا السجادة، ازاي بتقابلوا رب تغضبوا لارضاء السادة. بتشهدوا لهم على مجهودهم رغم كون وجودهم لا مرشد ده الكارثة في المفهوم. تلقى ان الدقون بتصاحبها بينا لقب معصوم. غياب في دور الازهر، دور الاخوة على النقيض. صدى الشارع ان كل سني بقى مصدر تشريع. ربي قال الحلال والحرام قدامنا باين، مش محتاج لفتوى منكو، علم بديني مش قليل. والكارثة في القناة دينية كانت اختي مشغلاها. خايف تسمع تبسو مهبل تيجي تسألني عن معناهم. عرفتوا ديننا مين فينا بينساه؟ ما بيقدرش كونه تحت لوجو قنوات الاسلام ينافق ويكابر ويكذب ورا ساتر الدقن اللي فاكر ان اللي بدونها كافر. لا ربك ما حطش حد فينا فوق حد، وكون علماني بيكذب مش معناها انك صدقت. ابن ادم خطاون من ملحد لذوي الدهون، بس الكارثة في اللي مداري كدبه بان الدين بيقول. ضاع إسلامنا سمعته ومكانته، ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. فإلى الله نشكو. الفتنة الطائفية في مصر مفهومها الجديد، انك تلقى ان ابن دينك بيحاربك زي الغريب. وسعد دايرة التكفير عن تفكير مسلم وقبطي، بقى اللي خارج عن جماعتي معناها انه ضدي. مع ان بالرجوع لسيرة الاربع ائمة نلقى اخلاق الاسلام اللي اتكلم عليها ديننا. فرغم الاختلاف اللي بين مذهب ومذهب، تلقى الامام الشافعي بيقول ابن حنبل اصدق. الفكرة في ان نص ديننا ممكن يحمل معنيين، والدليل امامنا الشافعي ساب لوحده مذهبين. تيجوا في امامنا عشان تقولوا الجنة، في الانضمام الينا وتشككوا في اسلامنا. في اختلافنا رحمة وانتوا قلبتوا خلافنا حرب، مع ان دين اخلاق قبل ما يكون مجرد فرض. على فكرة ديننا يسر مش يا كده يا اما، ده ربك لاجل يرضي عبده خلى الكعبة قبلة. يا ليت كل الرجال كانوا كحبيبي وإمامي، صادق القول والأفعال، لا مرشد سواه. بنت عمر عبد العزيز وقت خلافته المسلمين طلبت لبس جديد زي كل البنات في العيد. طلب سلف من الخازن ويتسدد من راتب، فسأل عن الداعي جاوبه عمر قال موافق، لكن بشرط واحد تضمن لي تفضل عايش لشهر عشان تسدد مال الدولة او مش قابل. رجع عمر للدار وبنته في انتظار، سألها صبر وجنة ولا توب جديد ونار. بكت في حضنه بنته وصبرت على مقدرته، دي اخلاق الاسلام اللي اتربينا عليها في سيرته. والفاروق رفض يقيم الحد بقطع يد عبد رغم كونه سارق، بس حد كفايته ما اكتملش. نمت فنمت عشان عدلت بين الناس بحق، اظن الفرق واضح بينه وبين رموز وضوح الشمس، وكمان ما بين منافقينكم وبين خازن امين. ده نفس الفرق بين مسلم وبين متعسلمين. يا ليت كل الرجال